السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا من جديد. وإشراقة سعيدة عليكم يا رب دايما. اللي انتوا شايفينها دي بقى دي طريقة سهلة جدا للبطاطس. وطريقة صحية جدا جدا يعني. حبيت أغير جو البطاطس المحمرة في الزيت وكده. فطريقة البطاطس دي بتندرج تحت مسمى الأكل الصحي. تمام. دي من الأطعمة الصحية أو من الطرق الصحية اللي ممكن نسوي بيها البطاطس. تمام، بعيدا عن البطاطس المقلية في الزيت. فكلنا تقريبا بنحب البطاطس المقلية في الزيت، ولكن بتبقى غير صحية وبنخاف، معظمنا بيخاف يعني ان احنا نزود في كميات منها واحنا بناكلها. وعشان كده حبيت اعمل حاجة مختلفة وجديدة للبطاطس وتكون تسويتها تكون صحية، ان احنا نقدر نعملها دايما. دي بدأت كده. جبت 4 بطاطسات كده. تمام. غسلتهم كويس وقشرتهم وقطعتهم مكعبات زي ما انتوا شايفينهم كده، وغسلتهم كويس. آه، شايفينها بتبقى مكعبات متوسطة كده. حابين نكبر شوية عن كده مفيش مشكلة، بس انا حبيتها تكون بالحجم ده. تمام. حطيناهم في حلة على النار. نسلقهم يعني في مية. وحاطين عليهم ملح. تمام. وهنسيبهم لحد ما يتسلقوا على النار. تمام كده. هيتسلقوا سلقة كويسة يعني على النار. نسيبها يعني مش نص سوا ولا هنخليهم يتسووا تسوية كاملة على النار في السلق. في الأثناء دي من فرمت توم. وحطيت عليه حوالي 4 معالق زيت. تمام. شوية ملح صغيرين لان احنا حاطين في مية السلق بتاعة البطاطس ملح. فنخلي بالنا من الملح ما يبقاش كتير هنا يعني. طبعا فلفل اسود وكمون. تمام. وكزبرة ناشفة. لو حابين نحط زعتر بيبقى جميل جدا برضو، بس انا ما كانش عندي للاسف. وحطيت كمان معلقتين خل. وحوالي معلقة قشطة او معلقتين قشطة او عندنا يعني. هي مكوناتها سهلة يعني، وعلى حسب ما بنحب النكهة بتاعة البطاطس عايزينها بايه. فدي كانت الخلطة اللي انا عملتها للبطاطس. ونقلبهم كويس كده. هنا البطاطس بقى بعد ما استوت على النار. تمام. جبناها، صفيناها من المية وبقينا نزلت بيها بقى في الخلطة كده. وقلبتها بحيث انها تاخد وش من كل الاتجاهات كده بالخلطة، فبتاخد ريحة وطعم حلو قوي. وجبت صينية مدهونة سمنة او زيت. ورصيت فيهم البطاطس واحدة واحدة كده. تمام. احنا ممكن كنا نحط البطاطس في الصينية وندهنهم كده على الوش بس انا حبيت ان انا احط البطاطس كده في الخلطة واقلبها تتشمع كده من كل الاتجاهات. تمام. اهي بالطريقة دي كده بقيت احطها في الخلطة واقلبها في الخلطة وانزل وارصهم في الصينية. وهندخلهم بعد ما خلصنا كده حطينا الكمية كلها في الصينية. هندخلها في الفرن. تتحمر. تمام. في الاول على نار عالية، وبعد كده بنحاول نهديها على نار متوسطة او نهديها شوية لحد ما تاخد لون حلو كده من الوش، وهتقرمش وهتبقى ناشفة وحلوة كده زيها زي البطاطس المحمرة. بس دي بتبقى في الفرن. تمام. بتبقى صحية يعني بتبقى طبعا اكيد افضل. تمام. وبتبقى ناشفة ومقرمشة. اهي ودي النتيجة بعد ما طلعت من الفرن. كانت حلوة قوي وكانت تجربة هايلة يعني. اللي هيجربها اول مرة هتبقى حلوة بالنسبة له جدا يعني، ومش هتزهقوا منها. و... وحلوة كده يعني ناشفة. شايفينها هي كانت ناشفة وحلوة، واخدت تحميرة كويسة في الفرن. نشفت بقت عاملة زي المحمرة، بس بدون زيت كتير فيها، او ما اتحمرتش في زيت يعني مغلي كتير، فده طبعا بيبقى مضر بالصحة. وهنا بقى ده نص كيلو كبدة. حطيت له الدقة بتاعته اللي هي توم مفروم وفلفل اسود
وكان وخل وسبته فيها لمدة ساعة. تمام. ونزلت كده بيها في الزيت على نار، في طاسة سخنة على النار. تمام. عشان تاخد الصدمة. ياريت ما نقلبش لما تكون حاجة زي الكبدة كده، ما نقلبهاش على طول، بنسيبها تاخد وش او تاخد شوك او صدمة كده في الطاسة، وبعد كده نبدأ ان احنا نقلبها. تمام. هنا بدأت كده هنا اقلبها. وهنا بقى بعد ما اتشمعت الكبدة كده من كل الاتجاهات حوالي 10 دقايق، نزلت عليها بفلفل مقطع. تمام كده. وكان ما كنت حاطه مع الفلفل طبعا توم مفروم تاني، نزلت بيه. وطبعا البهارات بتاعه الكبده، الملح وفلفل، شويه كمون، كزبره ناشفه. تمام. بهارات الكبده، واللي هي شويه خل، معلقتين، حوالي معلقتين خل او شويه خل كده على الكبده، غير الخل طبعا اللي انا كنت نقعهم فيها. كنت حاطه الخل يعني الكبده وهي نيه، بحب احطها كده انقعها حوالي يعني مش اقل من ساعة في شوية خل وتوم وفلفل اسود وكمون. تمام. وبنديلها بقى التقليبة بتاعتها كده بالبهارات بتاعتها بالفلفل. انا حبيت احط عليها كده، نزلت عليها بمعلقتين صلصة، كنت عاملة مكرونة صلصة، فجبت معلقتين صلصة وانا بسوي المكرونة، حطيتهم على الكبدة كده. تديلها يعني ايه طعم برضو يتغير شوية في الطعم. طبعا ما نحاولش نسيب الكبدة على النار كتير، يا دوب بس هي بتستوي بسرعة وننزلها على النار على طول. وهنا طبعا بقى هنا جبت الكبدة مع البطاطس، كانوا يعني بصراحة كانوا أكلة كانت حلوة قوي. وطبعا كنت عاملة مكرونة صلصة، وقدمتها كده مع بعض، كانت أكلة لذيذة قوي. وكان اللي حابب ياكل بعيش ياكل، اللي حابب ياكل مكرونة بالبطاطس والكبدة دي حاجة زي ما يحب يعني. آه، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش في لايك منكم، هيشجعني ويدعمني، وكومنت حلو من قلبكم، وقولوا لي ايه رأيكم في البطاطس الصحية دي. ولو اول مرة تشوفوني، انا اسمي اسماء. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب او اشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد مني، وتدعموني اني اقدر اقدم لكم الافضل والاحسن ان شاء الله. والى لقاء اخر في فيديو اخر ان شاء الله. مع الف سلامة.